معلقة واحدة على علف البط. وبتخلي البط ما شاء الله يكبر معاك بسرعة ويعدي كمان في الوزن ويوصل لحد 6 كيلو، ولحمه يستوي بدري، وكمان بتقضي على جميع الأمراض. هتجيبيها من عند العطار وهتحطيها على الأكل بتاع البط مرتين في الأسبوع، أو مرة في الأسبوع، مرة في آخر الأسبوع ومرة في أوله، على حسب ما انت عايزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيت كده ان انا اصور معاكم النهاردة البط، وهنعمل كده خلطة ليهم موفرة، وهنحط عليها مكون من عند العطار، وده طبعا سر من اسرار صحاب المزارع الكبيرة بتاعة البط المسكوفي، اللي بتخلي البط ما شاء الله وزنه يعلى ويعلى. المهم ان انت تكوني بتاكلي البط بتاعك الخلطة متوازنة فيها كل العناصر الغذائية المتكاملة، بحيث ان البطة لما تيجي انك انت تذبحي منها على رمضان ان شاء الله تلاقيها جايبة معاكي وزن. طبعا هي دي المعلقة السحرية بقى اللي هي فيها كل الأسرار، اللي بتخلي البط يهجم كده على الأكل وانت واقفة، يكون مخلص العلفة كلها. طبعا الخلطة دي فيها العيش اللي هو المتكسر الناشف، هتوديه المدشة أو هتكسريه كده بإيدك، وكمان فيها نسبة من الردة، وكمان فيها نسبة من الدشيشة اللي هي الوسط، وعليهم بقى ايه هي المعلقة دي، معلقة الشطة. هتجيبي معلقة كبيرة من الشطة. ده انا جبت معلقة كبيرة ليه؟ علشان حسب عدد بقى البط. لو انت عندك الاعداد كتيرة فهتحطي معلقة كبيرة. عندك بقى حبة بط صغيرين 10 بطات ولا حاجة، هتحطي نص معلقة، يعني نص معلقة صغيرة كده على العلف بتاع البط. ده ليه؟ دي بتمنع الأمراض، بتفتح شهية البط جدا، وكمان بتخليه ياكل معاكي. وطبعا يعني بتموت البكتيريا بالديدان. لو البط بتاعك بودي ينقر في المية وياكل من على الأرض، فدي بتكون حلوة جدا، وبتدفي جسم البط في البرد وفي الهواء وفي الشتاء كمان بتكون حلوة جدا للطيور. طبعا بنعملها مرتين كده في الأسبوع، سواء البط أو الفراخ أيا كان الطيور اللي بتربيه. طبعا طريقة التغذية بتاعت الطيور هي اللي بتخليكي تاخدي البطة، بتلاقيها كده ايه، تكبر معاكي بسرعة، وريشها بيكون نظيف. البطة اللي هي لو انت مهتمية يعني بنظافة المكان اللي انت بتحط فيه طيورك، طولة ما البطة زي كده جسمها نضيف وريشها نضيف كده، هتضمني ان هي تكبر معاكي بسرعة، تزيد معاكي في الوزن، تعدي جميع الامراض، يعني ما تمرضش منك. طبعا اهم حاجه لو انت عندك بقى عدد بط زي كده، كل ما بتربي البط في مكان واسع ويتحرك فيه ويجري فيه، فاولا مش هتحتاج انك انت كل شويه تنضفي ليه. وكمان المكان هيفضل ناشف خالص. لان المكان عشان مشروع الطيور ينجح معاكي، قبل ما تفكري انك انت بقى تربي الطيور تجهزي لهم مكان واسع، لو خصوصا لو هم باعداد. فطبعا ايه، ابتدينا ان احنا كده ايه جهزنا الخلطة بتاعتنا، و حطيناها كده للبط، وبياكل ما شاء الله. يعني انا طبعا هنا باكل البط ده 3 مرات في اليوم. بط التسمين ممكن تأكليه من 3 مرات ل4 مرات. ما شاء الله. شايفين البط بياكل الطريقة دي، المعلقة اللي هي معلقة الشطة دي بتخلي البط ياكل ويخلص الأكل وانت واقفة كده، وتلاقي وزنه بيزيد معاكي. طبعا مفيش أحسن من الأعشاب في تربية الطيور أيا كانت الطيور اللي انت بتربيها. ما ينفعش طبعا انك انت تحطها لهم في الصيف. الشتاء بتكون معقولة علشان البرد وكده، اما لان هي بتحمي جسم الطيور وبتدفيهم من البرد يعني. ده طبعا البط اللي بيبيض واللي احنا هنسيبه للبيض، والبط ما شاء الله اللي هيتذبح كده في رمضان.
فلازم تغذي بقى الطيور بتاعتك علشان تاخدي منهم اوزان حلوة. طبعا هنا ايه حطينا بقى الاكل لهم كده في اول اليوم. هي مرة واحدة في اليوم هتقوم حاطة على الخلطة بتاعتك وخلاص. على كده وفي اخر الاسبوع برضو تعملي كده نفس الطريقة، مرة في اول الاسبوع ومرة في اخره. يا ريت كده يا جماعة تحطوا لايك للفيديو، لان اللايك ده طبعا بيرفع من الفيديو، وكمان بيخلينا نشجع كده ان انا انزل لكم فيديوهات يوميا كده على القناة. فما شاء الله يعني، وان شاء الله باذن الله استنوني كده في فيديو جديد. حبيت ان انا اشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.